تسلا ولا بي واي دي؟ تعالوا نشوف مع بعض مين الملك في سوق العربيات الكهرباء، تسلا الأمريكية ولا بي واي دي الصينية؟ أول حاجة الأسعار. تسلا أقل عربية عندها بتبدأ من 32 ألف دولار، لكن بي واي دي بتبدأ ب 10,000 دولار بس، فرق كبير قوي. وبكده يبقى 1-0 لبي واي دي. تاني حاجة المبيعات، تسلا باعت 1,790,000 عربية سنة 24، إنما بي واي دي باعت 4,270,000 عربية. أظن واضح مين اللي مكسر الدنيا. وبكده يبقى 2-0 لصالح بي واي دي. تالت حاجة الأرباح، بس هنا في حاجة غريبة. رغم إن بي واي دي باعت أكتر، أرباحها 107 مليار دولار، لكن تسلا 97.7 مليار دولار. يعني كمجموع فلوسهم مش بعيد عن بعض. وبكده يبقى أرباح تسلا للعربية الواحدة أكتر. فرأيي الشخصي هعتبر تسلا هي اللي تكسب هنا. وبكده النتيجة 2-1 لصالح بي واي دي. قولوا لي رأيكم هنا، لو شايفين بي واي دي اللي تكسب لو هتاخدوا في الاعتبار مجموع الأرباح الكل.